بالرغم انه كلب، بس اتحداكم انه قد واحد شاف زوجتي ولا حتى ظفر منها. والله اني استغرب بعض الاحيان او دائما عن الناس الذي ما بيغاروش على عرضه. يعني الرجال الكف كيف تعرفه؟ يجي انسان يغار على عرضه. يقول صلوات الله عليه، صلوا على النبي، لا يدخل الجنة ديوث. والحديث صحيح. الصحابة قالوا له يا رسول الله ومن هو الديوث؟ قال من لا يبالي على من دخل على أهله. وبتفسير أوضح الذي ما يغار على عرضه، فهذا إنسان ديوث. بس هذه الأيام الذي ما يغارش هذا عندهم إنسان منفتح كاف، عقليته عقلية منفتحة. هذول الذي بيعلموكم هكذا هم بداية الدياثة. انتبهوا، فحاولوا انكم تكافحوهم وبيجوا زي كل مرة ايش دخلك تخلي الخلق للخالق. اعرف ان انت انسان راضي يا عزيزي، لا تدخلش. ليش المفروض نكافح هذول الفئة؟ لانها مؤثرة على مجتمعنا. نسأل من الله الهداية.